قال النصارى في بلادنا يعبدون الأوثان فهل يؤكل ذبائحهم؟ نعم، والله قد علم أنهم يؤلهون عيسى ويقولون ثالث ثلاثة، ويجعلون عيسى واحد أحيانا الإله في طوائف أخرى وأمه كذلك، ومع ذلك أباح طعامهم، ولكن بالقيود المتقدمة. إذا كان هذه الذبائح على طريقة ذبحنا، وإذا كانت هذه اللحوم على ما شرع لنا أكله في شريعتنا، وليس كل ما جاءنا من جهة الكتاب نأكله، ولكن إذا ذبحوا بسم الله هؤلاء المشركون من أهل الكتاب النصارى ذبحوا بسم الله نأكل، وإذا ذبحوا باسم الإله الذي يعبدونه من دون الله لا نأكل. هذا هو الضابط. فما أحل لنا في شرعنا وجاءنا من أهل الكتاب بشرطه أكلناه، وما لم يحل لنا في شرعنا وجاءنا من أهل الكتاب فلا يجوز أكله. جاءنا من أهل الكتاب على خلاف ما أحل لنا في شرعنا لا يجوز أكله.